إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون المشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد اللقاء معكم مع برنامج قضايا إريتريا من قناة سلام الفضائية. نحييكم ونلتقي معكم في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة. في بداية لقائنا يسرنا ويسعدنا أن نستضيف ضيف اللقاء فضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا، الله يبارك. لقاؤنا اليوم حول موضوع يهم كل أحد أن يسمعه ويعيه، ذلك أن هذا الموضوع متى ما حل بالمجتمعات أحدث فيها ما أحدث من الدمار ومن التأخر ومن الكثير من المعاناة. ذلك أن لخطورة هذا الأمر الله عز وجل جعله كما جاء في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم بين عبادي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الأمر لشناعته وما يؤدي إليه من آثار، كما قال عز وجل: يؤدي إلى دمار المجتمعات وهلاكها، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ رضي الله عنه قال له: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم أيا كان هذا المظلوم، أيا كان شكله ودينه، فإن المظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب يجاب لها، ويأتي الانتقام من الله عز وجل لهذا المظلوم وإنصافه. المشاهدون المشاهدات الكرام، في لقائنا هذا يطيب لنا أن نعيش مع هذه الآفة التي حقيقة يعني تعيشها المجتمعات، وخاصة يعني على مستويات مختلفة، لنتعرف على هذا الموضوع وآثاره المختلفة وما يحدثه، وكيف هي طرق الخلاص منه، وكيف يكون النجاة من مثل هذه الآثار، وما الذي يصنع الظلم وتأثيراته المختلفة. إن شاء الله تعالى من خلال لقائنا هذا بإذن الله تعالى نستوضح ونستفيد في هذا الأمر المهم. في بداية اللقاء لعل يتفضل الدكتور بأن يعرفنا يعني الشيخ الظلم هذا يعني عبارة عن كيف وتعريفه وعناية القرآن به والسنة كذلك من حيث الدلالات. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه وأقام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله حتى يتحقق العدل وينتفي الظلم على وجه هذه البسيطة. قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن جعل الله تبارك وتعالى الغاية العظمى التي أرسل الله سبحانه وتعالى بسببها الرسل، وأقام ميزان العدل، وأقام سوق الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف، أن يكون الناس يتعاطون العدل فيما بينهم ويقيمون القسط فيما بينهم. وأعظم ما يمكن أن يتقرب به الإنسان في هذه الحياة هو إقامة القسط، وأكثر أيضا ما يمكن أن يجتنبه الإنسان من المحرمات ويبتعد عنه هو الظلم. والظلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد ربط الله تبارك وتعالى المصير الإنساني كله يوم القيامة بأنه هل سيأتي ظالما أم يأتي عادلا.
وقد خاب، الله تبارك وتعالى يقول وقد خاب من حمل ظلما. إذن المصير النهائي الخيبة فيه والخسران أن يأتي الإنسان ظالما. والشريعة اهتمت حقيقة، يعني لو نظرت إلى نصوص الكتاب العزيز في أمرها بالعدل وأمرها بالقسط ونهيها عن الظلم وتحذيرها عن الظلم وتوصيف الظالمين ومصير الظالمين وثواب كذلك أهل العدل والقسط وعقوبة الظالمين، ستجد بأن القرآن الكريم يكاد يكون مليء جدا بمئات الآيات وليس عشرات، بمئات الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى وبمختلف الصياغات، تأتي فعلا وتأتي مصدرا وتأتي فاعلا وتأتي إلى غير ذلك. فالطرائق التي استخدمها القرآن الكريم تبين عظمة هذا الأمر، وهو مسألة خطورة هذا الأمر وهو الظلم. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه موقف من المواقف إلا وهو آمر بالعدل والقسط وناهي عن الظلم والإجحاف والحيف. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في الحديث الصحيح عن ربه جل جلاله، الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه القيمة الكبرى التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، بل قد يكون أيضا يصح أيضا أن نقول بأن من أسماء الله تبارك وتعالى العدل. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال أكثروا من ذكر عمر فإنكم إن ذكرتم عمر ذكرتم العدل وإن ذكرتم العدل ذكرتم الله. إذا مسألة العدل قامت بها السماوات والأرض وقام عليها هذا الدين العظيم، ووردت في كتاب الله بنصوص هائلة، يعني ليست نصا ولا نصين ولكن نصوص كثيرة جدا. الله عز وجل يذكر فيها بأن الكفر ظلم والكافرون هم الظالمون، ويذكر أن الشرك ظلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد افترى ظلما عظيما. فالشاهد هنا بأن الله تبارك وتعالى في العديد من الآيات يتحدث عن مسألة الظلم وخطورة الظلم، وأن الله تبارك وتعالى يريد من الناس أن ينتقلوا من هذه الدائرة الخطيرة دائرة الظلم إلى دائرة العدل. يبقى السؤال كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طبعا العرب رضوان الله عليهم لما نزل عليهم القرآن الكريم كان عندهم معنى العدل واضح، معنى الظلم واضح، وهذه ربما يكاد يكون جملة العقلاء يتفقون على خيرية العدل وعلى مذمة الظلم، كما يتفقون على خيرية الصدق وعلى خيرية الأمانة وهكذا. فالعقلاء يتفقون سلفا على أن الله تبارك وتعالى جعلهم بفطرتهم يميلون إلى أن الإنسان العادل وينفرون من الإنسان الظالم. لكن مع ذلك لا بد من أن نعرف ما هو مفهوم الظلم. باختصار يمكن للإنسان أن نقول بأن الظلم إذا أردت أن تعرفه بالنقيض تقول نقيض العدل. كده؟ نقيض العدل. لكن ما هو العدل أيضا وما هو الظلم؟ يعني لا بد أن تكون الصورة واضحة. فهنا نلاحظ بأن الظلم يرتبط بالإجحاف وبالجور وبالحيف وبتجاوز الحدود وانتهاك الحقوق وعدم الوقوف عند ما أمر الله تبارك وتعالى به من شريعة ومن حدود ومن أنظمة وكذا. فالتجاوز هو إيه؟ هو الظلم. كل شيء حد الله له حدودا أو حد له أهل العرف حدودا، فإن تجاوز ذلك عند العقلاء يعتبر إيه؟ يعتبر ظلما. يعني حتى مثلا في القوانين الآن يعتبرون من تجاوز النصوص التي وردت في القانون يعتبر ذلك إجراما، مش كده يترتب عليه العقوبات. لكن نحن هنا خلينا نقول بأن الظلم عندنا مرتبط بأحكام الله، لأن أفعال العباد وهذه مسألة أصولية لا يحكم عليها بظلم أو بعدل ما لم يرد النص الشرعي، ما لم يرد النص الشرعي. فمع ورود النصوص الشرعية التي حددت ما هو العدل وما هو الظلم، هنا نستطيع أن نسمي كل ما أمر الله به عدلا وكل ما نهى الله عنه ظلما. هذا في الإطار المجمل. ولذلك كثير من العلماء لما عرفوا العدل عرفوه بتعريف بسيط، قالوا الحكم ما أنزل الله. يا سلام. حكم ما هو الظلم؟ أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. فده باختصار هو مفهوم العدل ومفهوم الظلم في الشريعة الإسلامية.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا الاستهلال والتعريف، ولعله يحسن بنا وقد عرفنا الظلم ما هو. كيف يمكن أن نتصور يعني أنواع الظلم، يعني ككليات تقع في هذا الباب يحصل فيها يعني إلى أن نأتي إلى بعض الجزئيات، لكن في البداية المظالم الكبرى التي ممكن أن تكون يعني يحدث فيها خلل وإجحاف وتجاوز في المجتمعات. بارك الله فيكم. نعم، الأنواع يمكن على كل حصرها في نعم. ثلاثة أنواع أو في نوعين. جميل. إذا أدخلت ما يقع من العباد بكفر بالله وشرك به ضمن الظلم لله، فيكون التصنيف كالتالي: ظلم الله، أي أن الناس يظلمون الله تبارك، أي بمعنى يتجاوزون ما يجب عليهم تجاه الله. لكن طبعا هذا يشكل عليه أن الله تبارك وتعالى قال: وما ظلمونا. فكأن ما لا يقع على الله ظلم من قبلنا، لكن تجاوز أمر الله في حقوق الله تبارك وتعالى بعضهم عده ظلما. فالنوع الأول هو مثل إن الشرك لظلم عظيم. نعم. إن الشرك لظلم عظيم. لكن الطرف الثاني ماذا قال؟ قال هو نوعان: نعم. ظلم للنفس وظلم للآخرين. جميل. فأدخلوا الشرك بالله ضمن ظلم النفس. سلام. فهي في أن علاقتك مع الله. فعلى كل خلينا نقول ثلاثة حتى تكون الصورة أكثر وضوحا. النوع الأول أعظم أنواع الظلم الإشراك بالله. نعم. أعظم أنواع الظلم الكفر به. أعظم أنواع التجاوز على الله. هذه قولا واحدا. حتى لو أدرجناها في إنها ظلم للنفس، لكن خلينا من باب أن نميزها حتى تكون الصورة لا مشاحة في الاصطلاح. في هذا التقسيم لا حرج نقول بأن أعظم العدل توحيد الله. نعم. أعظم العدل العلاقة مع الله. يا سلام. أعظم العدل الالتزام بشريعة الله. تمام. أعظم العدل أن تتقرب إليه بعبوديتك له سبحانه، وتقيم علاقة معه. وأعظم الشرك القطيعة مع الله التي تسمى الإجرام. يا سلام. الإجرام طبعا أعظم أنواع، يعني فوقه لا يوجد شيء. طيب، ده النوع الأول. فكم من أناس فمن كفر بالله ظلم، ومن أشرك بالله ظلم، ومن جحد الله ظلم. نعم. لأن أعظم البعد الأخلاقي الاعتراف لصاحب الفضل بفضله. يا سلام. نعم. فالذي لا يعترف لصاحب الفضل بفضله ظالم. فأنت الذي أوجدك وأعدك وأمدك أو يمدك باستمرار ويقيم حياتك كلها ويرعاك هو الله. فإن لم تقم علاقة معه بشكل سوي ولم تلتزم الحدود والحقوق تجاه الله تبارك وتعالى فقد ظلمت. فهذا النوع الأول: إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني هو ظلم النفس. نعم. أن يظلم الإنسان نفسه، وذلك بأن لا يلتزم في نفسه حدود ما أمر الله به، وأن لا يلتزم في نفسه توحيد الله تبارك وتعالى، وأن لا يلتزم في نفسه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك، وأن يتجاوز يعني القضايا التي ألزمه الله تبارك وتعالى بها في نفسه. نعم. وهذا أيضا نوع من الظلم. وما ظلمونا ولكن كانوا فكل، حتى بعض العلماء قالوا كل تجاوز سواء كان تجاه الله أو تجاه المخلوقات فهو في حقيقته ظلم للنفس، لأنه سيقع العبء الأخير على الإنسان نفسه. نعم. مش كده؟ جميل. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث هو ظلم العباد. ظلم العباد. وظلم العباد هو أيضا خلينا نقول نوعين. نعم. النوع الأول هو أن يظلم الإنسان بني البشر مثله، اللي هو المخلوقات البشرية. نعم. النوع الثاني يظلم المخلوقات غير البشرية كظلم الحيوانات مثلا. يقع ظلم أحيانا للحيوانات. لكن خلينا الآن نقول بأن ظلم الخلق عموما، ظلم الخلق سواء كانوا بشرا أو كانوا حجرا أو كانوا حيوانات أو كانوا نباتات، أي بمعنى الإفساد في الأرض، هذا كله من أنواع أنواع الظلم والتجاوز. فهذا أيضا يدخل في هذا. وهنا سنلاحظ بأن سبحان الله ظلم النفس، ظلم الآخرين أعظمه ظلم الوالدين، أي عقوق الوالدين، وظلم الأبناء، وظلم الأزواج، وظلم الشركاء في التجارات وغيرها، وظلم الأجراء، الناس اللي يعملون معك، وظلم أصحاب الديون
النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، أي الذي استدان دينا ومعه القدرة الكافية الآن أن يسدد دينه ومع ذلك يماطل فقد ظلم. إذا أنت في ظلم الآخرين ستلاحظ بأن المساحة تجدها واسعة جدا، تجدها مساحة مثل ظلم الحكام على المحكومين، وظلم المحكومين على الحكام، وظلم العلماء على من تحتهم، وهكذا. على كل المساحات كل شخص وضع الله له حدا، وضع له إطارا، وضع له حقوقا، وضع له واجبات وفرط فيها، فإن ذلك يدخل معنا في مفهوم إيه؟ مفهوم الظلم، لأنه باختصار الظلم تجاوز الحد. وهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الوضوء قال مرة أو مرتين أو ثلاث، فإن تجاوز فقد ظلم. إن تجاوز فقد ظلم، يعني الشخص الذي يغسل يده المرة الرابعة عده تجاوز وعده ظلم. فهذه كلها تدخل معنا في هذه الأقسام. بارك الله فيكم على يعني هذا التوضيح، ولعله يحسن يعني أن نعرج أيضا ونحن نتحدث عن الظلم وظلم الآخرين. الحقيقة الظلم الذي يقع على الآخرين وخاصة في كثير من يعني الأمور، ومنها حقيقة الحقوق، يعني الحقوق التي أكدت الشرائع وأكدت يعني الإسلام وغيرها من النظم على إيجادها لأهل البلد مثلا. ففي مثل حقيقة بلادنا يعني أريتريا نعرف حقيقة يعني غياب العدل، غياب هذه الحقوق الأصيلة، يعني حقوق المواطنة، حقوق الحرية اللي يعني بفقدها يحدث ظلم. وهذا أصبح حقيقة يعني عبء ثقيل على المواطن الأريتري، يعني ربما يحرمه من كثير من أشواقه إلى بلاده وإلى عمرانها وإلى الذهاب إليها. حتى أصبح هذا الحق وهذا يعني أمر كما نتابع يعني مؤخرا هي تراكمات لتعدي على يعني حدوث الظلم، يعني مثلا في دينه، في طريقة تعليمه، في لغته. ولعل ما سمعنا مؤخرا يعني من يعني إغلاق إحدى مدارس التحفيظ، ومن أيضا اعتقال الشيخ من شيوخ يعني مدرسة تحفيظ القرآن في جندع. نريد أن نعرف الحق السياسي، هذا حق الإنسان أن يعلم ويتعلم، أن يعيش يعني في بلاده آمن، يأتي إليها ويخرج إليها، أن يعني كذلك الحق السياسي والاقتصادي وغيرها. لعل هذا من المناسب طرقه والحديث عنه في هذا الباب فضيلة الشيخ. الله يجزيك خير. حقيقة المسلمين لما تشبعوا بالمفهوم الإسلامي نعم وأدركوا قيمة العدل وخطورة الظلم، هنالك مقولات تكاد تكون مقولات خالدة نص عليها العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، عندما قال إن الله لا ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. لاحظ كيف أن الأمر أمر الحضارات وأمر الدول وأمر العمران يرتبط بإيه؟ بالعدل والظلم. فمتى ما توفر العدل استقرت أمور الناس وانتعشت حياتهم وحصلت لهم الطمأنينة وحصل لهم الاستقرار وحصلت عملية التنمية والنهضة والإبداع. ومتى ما كثر الظلم في الناس أدى ذلك إلى مقولة ابن خلدون عليه رحمة الله الذي يقول فيها الظلم مؤذن بخراب العمران. فربط الحضارة بالعدل وربط الظلم بخراب العمران. يعني الانتعاش الحضاري كلما توفر العدل في الناس حصل ما سماه الإمام أيضا الماوردي بالأمل الفسيح. يعني سبحان الله تحطيم الأمل في الناس يكون من خلال الظلم، فإذا وقعت المظالم على الناس انقطعت الآمال فيه، ومتى ما انقطع الأمل في الإنسان انقطع الإبداع، وانقطعت كذلك حالة العمران، وانقطع مسألة أن يكون الإنسان منتجا. ولذلك يرتبط عموما قضية بقاء الدول واستمرارها وصيرورتها وقوتها وتمسك شعوبها بها أن تكون قائمة على العدل. هذا بشكل عام العدل العام، لا نتكلم عن العدل الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيئتنا هذه اللي هو في منطقة الحبشة وإريتريا كانت جزء منها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى النجاة، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. بها ملكا لا يظلم. وقتها كان كافر، مش كده؟ كان من أهل الكتاب. نعم. لم يكن مسلما. صحيح. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعدل. هنا عدل العقلاء كما يقول،
العدل الذي يتفق الناس بأنه ولذلك لاحظنا من عدله لما اختصم عنده هؤلاء وهؤلاء، اختصم اللي هو المسلمون مع المشركين الذين جاءوا من مكة. نعم. أهم عدل رأيناه مباشرة وهو الاستماع إلى الطرفين. يا سلام. كل العقلاء يتفقون على أن الإنسان من عدله أن يسمع. جميل. لاحظت؟ من عدله أن يسمع. نعم. فاستمع إلى الطرفين، ثم هذا العدل في الاستماع إلى القضية، ثم واكبه عدل في الموقف وعدل في الحكم، فحكم بأن هؤلاء ضيوف وأنهم ما مسوا بدينكم وهم يعني سيظلوا سادة في أرض الحبشة ولا يمسهم أحد. إذن انتهى بالعدل في البدايات ثم العدل في النهايات. وكانت هذه المسألة سبحان الله هي التي جعلت هذا الرجل يفتح الله قلبه للإسلام وأسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لعله من مفارقة الزمن سبحان الله أن تكون هذه المنطقة التي كانت منارة العدل لحظة أن كانت الإمبراطوريات كلها تضج بالظلم، اليوم والعياذ بالله إذا بها تصل في قمة الظلم. هذه المنطقة خاصة إريتريا لا تكاد تجد لها في المنطقة شبيه. حتى إثيوبيا اللي نحن مثلا كنا لما في الأربعينات الآباء والأجداد رفضوا الانضمام إلى إثيوبيا باعتبار الظلم هناك أشد، اليوم صارت المسألة مقلوبة. صار هنالك نوع من العدل في إثيوبيا، ينال الناس حقوقهم. ولعلنا بهذه المناسبة نشيد حقيقة بالانتخابات التي حصلت قبل يومين للمجلس الإسلامي الأعلى في إثيوبيا. تصور يشارك في هذه الانتخابات لاختيار المجلس الأعلى، شارك فيها بشكل عملي 16 مليون شخص. يا سلام. لينتخبوا قيادتهم الإسلامية. وهذه مساحة بسيطة. يعني. فتصور اليوم أنت إنه والله حتى هذه الجزئية لا يتمتع بها المسلمون في إريتريا. هل سمعت يوم من الأيام إنه والله المسلمين في إريتريا اختاروا المفتي واختاروا المجلس الإسلامي الأعلى وحصلت انتخابات في هذه الجزئية؟ خلك من الانتخابات السياسية. أما على المستوى العام فإن من حق الشعوب العدل والقسط أن تختار هذه الأمم من يحكمها. هذا من العدل. وأمرهم شورى بينهم، ليس استبداد ولا قهر ولا جبروت، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار. ففكرة العدل قائمة في النظام السياسي في أن الشعوب تختار حكامها وتختار نظمها وتختار دساتيرها. للأسف الشديد حتى هذه أيضا نحن تقريبا نكاد نكون في الحضيض فيها. أيضا الاعتداء على حريات الناس، الاعتداء على حقوق الناس، الاعتداء في أنك بعد أن تعتقل الناس لا تقدمهم لمحاكمات عادلة. لو سألنا اليوم أين الذين تم اعتقالهم من دعاة ومن معلمين ومن سياسيين ومن قادة، أين هم الآن؟ هل حوكموا محاكمات عادلة؟ ستجد أن هنالك مشكلة كبيرة. يعني أبسط من ما يمكن أن نسميه اليوم بقضية العدل الطبيعي. هذا العدل لأن ابن خلدون كان يقول الأنظمة ثلاثة: إما نظام حكم طبيعي يقوم على الغرائز وإشباع الغرائز وتحديد أو تحقيق العدل في هذا الاتجاه، وإما أنه حكم سياسي يقوم على مراعاة ما يتفق عليه العقلاء، وإما حكم شرعي يحتكم بالشريعة. فأنت لابد إما أن تكون حكم طبيعي تراعي الحد الأدنى من الطبيعيات، وإما حكم سياسي تراعي الحد الأدنى مما يتفق عليه العقلاء والنظم السياسية المعروفة، وإما أن تكون من أهل الشرع. ما عندك خيار آخر. للأسف الشديد نحن خارج هذا السيستم تمام. فهنالك فعلا إشكالية كبيرة جدا كما تفضل. انتهت اليوم إلى أن الدولة تختطف بكاملها عن شعبها. نعم. لدرجة الشعب الآن لا يعرف هل والله الرأس السلطة ذاهب في اتجاه وحدة مع إقليم آخر في إثيوبيا ولا ذاهب إلى حلحلة الدولة. مش معروف. ليش؟ لأن الشعب ما مشارك، شعب مغيب تماما في هذا. فهذا كله كما تفضلت يدخل معنا، لا أقول في الظلم العادي، بل يدخل فيما يمكن أن نسميه بالظاهرة الفرعونية التي تتداخل فيها منظومة المظالم وليس ظلما واحدا. فستجد منظومة العقائد والتصورات فاسدة، منظومة التشريع فاسدة، منظومة المال والاقتصاد فاسدة، منظومة الاجتماع فاسدة، منظومة التعليم فاسدة. فأنت أمام منظومة متكامل، منظومة الأمن والعسكرة فاسدة. فالنظام الفرعوني بأركانه 7 و8 كلها تكاد تنطبق والعياذ بالله اليوم نحن في هذا البلد الذي يسمى إريتريا. أحسنتم، بارك الله فيكم. ولعل هذا يدعونا إلى أن نلقي الضوء على الظلم هذا يا شيخ، هذه الظاهرة المقيتة
يعني من الذي يصنعها يعني، وما الدوافع؟ حتى المجتمع ربما قد تكون له يعني برضو يد فيه. هل هو يعني ظاهرة فرعونية شخصية، أم أيضا من حولها؟ يعني احنا نريد الآن يعني نطمح على أن نخرج من هذه البوتقة المظلمة التي حقيقة تعاقبت عليها أجيال، في على الأقل في يعني فيما نحسه في وطننا وبلدنا. يعني هذه صناعة من؟ كيف وصل هذا الظلم إلى هذا المستوى؟ لعل من بعض الأسباب التي أوصلته، حتى يعني نتلمس للناس المخارج التي ممكن أن نعالج بها هذه الظاهرة مع الأسف المقيتة التي فيها البؤس، وهذه النتائج الكارثية التي يعيشها الشعب المسلم أو عموم شعب إريتريا يعني. لعل شاعر العرب عندما قال والظلم من شيم النفوس كان صادقا. يعني هي للأسف الشديد النفس البشرية سبحان الله إن لم ترتدع بخوف من الله أو خوف من السلطان البشري اللي هي المدافع البشرية، وعي الناس، امتناع الناس عن المظالم. يعني لما الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال عمرو بن العاص إن كان الأمر فإن فيهم، من ضمن ما ذكر قال وأمنعهم من ظلم الملوك. فالنفس البشرية لو قرأت القرآن الكريم ورأيت خصائص النفس البشرية، واحدة من خصائصها أنها تجرؤ على الظلم، ظلوما جهولا. سبحان الله، جهله بالله، جهله بعظمة الله، جهله بأحكام الله، جهله بأهمية العدل في الحياة، جهله بقضية التواضع وأن الناس ليسوا عبيدا له، إنهم هم عبيد لله. جهله بهذه الحقائق تؤدي به إلى أن يظلمهم ويتجاوز عليهم ويتصور أنهم عبيد له وليس عبيد لله. هذا يذهب إلى الإنسان في هذا الاتجاه. لكن إذا وجد الإنسان المدافعة أو حاول أن يكافح النفس البشرية الشريرة في داخله ويذهب بها نحو العدل والخوف من الله، هنا الوضع سيختلف. فالمسألة فيها على كل قابلية الإنسان لأن يكون جائرا، لأن يكون ظالما، لأن يكون فرعونا. بل كان بعض المتصوفة يقول في داخل كل إنسان فرعون صغير. سبحان الله. بعضهم يقدر عنده أدوات يظهر بها فتكتشف حالته، وبعضهم لا يكون قادرا فيضمر هذه الحالة إلى أن يستقبل. فلا بد هنا من وعي الشعوب أحيانا كما تفضلت تكون عندها القابلية لديكتاتورية الدكتاتور، وعندها القابلية للخضوع لظلم الظالمين وعدم مقاومتهم. بل أحيانا سبحان الله الثقافة التي نبثها في أطفالنا، نبثها في مدارسنا، نبثها أحيانا في مساجدنا، ثقافة القابلية للدكتاتورية والاستبداد. عندما أنت الطفل لا تربيه على قوة شخصيته ومقاومة الظلم ومناصرة المظلومين والانحياز إليهم، وتقول له لا أبعد يا ولد، اجتنب الهناية، أسكت، لا تتكلم، ما لك ومال هذه الأمور، حرية رأي ولو لا تمنحه هذه، في النهاية ستخرج عبارة عن قطيع من النعاج داخل سلطة وبلد يتحكم فيهم الدكتاتور كما شاء. وبالعكس بعد كده تلقى إيش يعني أخطر ما نواجهه الآن في هذه الفترة مثلا بعض الذين ينتسبون إلى النخب الثقافية تجده يتحول بشكل غريب من خانة بالأمس يكون فيها مثلا ضد الدكتاتورية والاستبداد والظلم وكذا، فجأة ينتقل إلى ساحة النظام ليمتدح هذا النظام بما ليس فيه، وهو يعلم أن هنالك ظلم، هنالك قتل، هنالك استبداد، هنالك قهر، هنالك كلها يعرفها تماما، هو في النهاية نخبوي. لكن للأسف الشديد أحيانا عندما يتحول المثقف إلى ما يمكن أن نسميه بمثقف السلطة أو بمثقف عبد الدرهم والدينار، هنا تأتي الإشكالية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أشرتم يعني عن يعني أنه يعني الأمل الفسيح اللي هو يعني في العدل وكذا. نعم. وأيضا يعني علاقة العمران بعدم وجود يعني الظلم، كفالة الحقوق يعني. صحيح. ولعل حقيقة هذا الحديث أو هذه العبارات الرائعة جرتني على أن نطبقها
يعني على واقع بلادنا اليوم. نعم. فالحقيقة إريتريا يعني مع الأسف العالم اليوم في التطور والعمران والتنمية، فما العلاقة حقيقة بين الظلم ونحن نعيشه ونشاهده يعني في هذا النظام، وبين حالة التخلف التي حقيقة يعني يكاد تكون في أبسط الأشياء اليوم، يعني من الوسائل الحديثة، من الطرق، من التنمية، من كذا. فيعني الأمر سبحان الله. أحسنت. لا هي ما في كلام، لأنه سبحان هذه سنن يا شيخنا. لا. هذه سنن الله تبارك وتعالى في العمران. متى ما وجدت الشعوب الحريات انطلقت، متى ما وجدت الحقوق أبدعت، متى ما وجدت نفسها بأن والله هذه الأرض تنتسب إليها وهي أرضها، وهي من تستطيع أن تنتج فيها، وأن إنتاجه لا أحد يستطيع أن يتسلط عليه. يعني أنت أمام هذه فيفتح أمامك ما سماها الإمام الماوردي الأمل الفسيح. يا سلام. هذه الفسحة سبحان الله تستمر مع الإنسان إلى الآخرة. ولذلك يأتي معها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يزرعها، أن لا يموت حتى يزرعها حتى يغرسها فليغرسها. هذا الأمل. لاحظوا أنت خلاص مودع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللحظة الأخيرة يجعل فيك مسألة الأمل وفسحة الأمل هذه. لكن الدكتاتورية، الاستبداد، تلاحظ تتلاشى معه حالة التنمية، تتلاشى معه التطور، تتلاشى معه حتى فكرة الدفاع عن الوطن نفسها تتلاشى بعد فترة. إنه أنا عن ماذا أدافع؟ يعني أنا لما أدافع في نهاية المطاف؟ ما الذي يجعلني أدافع عن وطن لست موجودا فيه بالمعنى الوجداني، ليس فقط بالمعنى الجسماني. القضية ليس أن أكون داخل الوطن، القضية أن أعيش هذا الوطن حتى وأنا خارجهم وجدانيا، فيؤلمني ما يؤلم هذا. لكن للأسف الشديد الدكتاتورية بممارساتها تنزع حب الأوطان من الشعوب، تنزع حب الأوطان من الشعوب، وبالتالي يسهل بعد ذلك أن يجتاحها أي قوة خارجية، ولا تجد من يدافع عنها فتنهار. وهذا للأسف الشديد من مآلات معظم الأنظمة الدكتاتورية، أنها لا تورث نظاما حتى بعدها، تورث حالة لاحظ الآن كل المنطقة العربية التي سادت فيها أنظمة دكتاتورية نهاياتها نهايات حروب أهلية، لأن حالات الاحتقان والتوتر والشحن الطائفي والشحن الجهوي في النهاية لابد من حرب. لماذا؟ هنالك مجموعات شاعرة 30 سنة بالقهر والاستعباد، وهنالك مجموعات تشعر بأنها تميزت على الآخرين، فتأتي حالة الاحتراب كنتيجة طبيعية للمظالم. ولذلك ابن خلدون لما قال الظلم مؤذن بخراب، كأنما ينادي عليه نداء بأنه الخراب سيأتي بعد بعد المظالم، ويجر الظلم هذه الشعوب إلى هذه المظالم، تجرها إلى الخراب، سواء كان خرابا داخليا أو كان خراب من الخارج. بارك الله فيكم. حقيقة لا بد لليلة الظلم ويعني مسيرته أن تنجلي، والمظلوم حقيقة يعني متعلق بحبل قوي متى ما يعني رجع إلى ما ينقذه. ما الأسباب حقيقة يا شيخ اللي تجعل حقيقة النصرة للمظلوم قائمة وحاضرة؟ كيف يمكن أن حقيقة يعني نظل يعني تواقين وساعين لنصرة المظلوم، يعني سواء بأسبابنا كبشر أو بأسباب من الله عز وجل عندما يعني يحصل للناس عجز عن هذا الأمر؟ بارك الله فيك. هو أول قضية تجعل الإنسان سبحان الله يعني تجعله يتحرر من الظلم والاستعباد وسطوة الطغيان، أن يشعر أن هؤلاء مخلوقين خاضعين لله، وأن لهذا الكون رب، وأنك أنت عبد لهذا الإله وليس عبد لأحد. ثم أيضا يجب أن تدرك بأن والله أعظم ما يمكن أن تناله أن تموت في سبيل الحق. يعني الموت في سبيل الحق نفسه جعله الله تبارك وتعالى قيمة من القيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ومن مات دون حقه فهو شهيد، قال طبعا من مات دون عرضه، من مات دون ماله، ومن مات دون حقه فهو شهيد. فالإسلام يجعل المدافعة والاستشهاد في سبيل الحق هو شكل من أشكال الشهادة. والإسلام أيضا نفسه هو الذي جعل القائم في مواجهة الظالم ومواجهة الطاغية سيد الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. مش كده؟ فيجعل القرآن الكريم والسنة النبي ترتقي بك إلى مستوى إن والله ليست القضية هو الحياة البهيمية، أن تعيش حياة بهيمية بلا معنى، ولكن القرآن يقول لك عيش هذه الحياة بمعنى أو مت بشرف.
هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك نحن محتاجين في مقاومة إن والله حتى برضه لا نتصور إن والله الدكتاتورية تسقط هكذا. الدكتاتورية تحتاج مجاهدة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وبذل الأرواح، مش كده؟ وبذل الأموال، وأن تدرك هذه الشعوب بأن الله لا يغير واقعها إلا إذا غيرت هي واقع نفسها. تغير من الذل إلى العز، ومن الجهل إلى العلم، ومن الأوهام إلى الحقائق، مش كده؟ ومن الحق إلى الباطل، وهكذا، ومن الباطل إلى الحق. فأنت لا تستطيع أبدا أن تغير هذه الحالة إلا إذا غيرت منظومة إيه؟ المنظومة يعني أوجد المنظومة البديلة. أمامك منظومة الباطل، أوجد منظومة الحق. أمامك منظومة لها أدواتها، كما يقول سيد قطب عليه رحمة الله: إن واقعية هذا الدين تتجلى في أنه مثالي واقعي، مثالي في أطروحاته وتصوراته وعقائده، ولكن واقعي في أنه والله إذا القوة المقابلة تحمل المدفع، أنت تحمل المدفع مقابلة. فلا نتصور بأن الأمور يمكن أن تتم بصورة تلقائية، فلا بد أن تهيئ الشعوب نفسها لعملية التغيير، وأن تدفع ثمن هذا التغيير. جميل. يعني لا نتصور بأنه والله بس كده، يعني فكرة الانتظار يجب الناس أن تتجنبها. ما في حاجة اسمها انتظار وإنه والله فلان مريض وفلان بقى نحيف وفلان اللحم حقه، لا، ما هو سيستم ونظام. إذا حتى ذهب الرأس فسيبقى هذه المنظومة قائمة، فالمنظومة لا بد تقابلها منظومة إيه؟ منظومة أخرى. فعلى كل نحن بحاجة إلى التسوير، وبحاجة إلى المجاهدة. التثوير بحاجة إلى المجاهدة، وبحاجة إلى التعبئة، وبحاجة إلى ثقافة إيه؟ ثقافة الحرية. يا سلام. ثقافة الحرية هي يجب أن نبذلها في أبنائنا، نبذلها في شعوبنا، حتى نستطيع إن شاء الله أن نواجه الدكتاتورية والاستبداد. وفي أغلال طبعا علينا أن لا ننسى بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون مع في ظل فرعون. نعم. عاشوا سنوات طويلة جدا وهم مكبلون بأغلال الاستبداد. سبحان الله. لأن الاستبداد يولد ثقافة، والاستبداد يولد نفسيات، والاستبداد يولد أوزار. حملنا أوزارا من زينة القوم، مش كده؟ فهذه الأوزار وهذه الأقلال التي تحملها أحيانا بعض الشعوب التي عاشت في ظل الدكتاتورية لا تنتهي بسهولة. ولذلك بنو إسرائيل لما أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلهم حملة رسالة، مع وجود القائد اللي هو موسى عليه السلام، أحيانا توجد القيادة الناجحة ولكن لا يوجد الشعب الناجح. سبحان الله. موسى عليه السلام موجود وهارون موجود، لكن لاحظ لما وقفوا على أبواب ادخلوا عليهم الباب توقفوا: إنا لن ندخلها ما داموا فيها. لاحظت؟ اذهب أنت وربك فقاتلا. وهذه للأسف الشديد كثير من الشعوب لا تقولها لفظا لكن تعيشها. تريد والله من قوة التغيير إنه هي من تقوم بكل شيء. لا، الناس يجب أن تكون مع بعضها البعض، تحمل إيه؟ تحمل الرسالة حتى تستطيع أن تصل. ماذا حصل في النهاية؟ لما خلاص سماهم الله فاسقين وجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة. هذا 40 ولد الجيل خارج أنظمة الاستبداد والسيطرة والحكومة والجيوش والأمن والسجون، مجموعات كده. أحيانا هذه الحالة يعيشها الناس سبحان الله بسقوط النظام وعدم قيام نظام آخر حتى تنتهي ظاهرة الاستبداد من جذورها. مثلا أقدار الله لا نعرف إلى أين تتجه، يعني هل ستتجه بك إلى إحلال نظام محل نظام، ولا ستتجه بك إلى فكرة إيه إنه يسقط النظام وتعيش الناس حالة إيه؟ حالة التيه. 40 سنة يتيهون في الأرض. ثم بعد ذلك نشأ جيل ما يسمى الآن في بعض منظومتنا في المنطقة جيل الثورة. جيل الثورة هذا تربى خارج منظومة الاستبداد. يعني الذين فتحوا دمشق مثلا كان لما بدأت الثورة عمرهم 10 سنوات، أطفال. 12 سنة أو 14 سنة من الثورة وهم باقين في بلدهم ويحملون سلاحهم وعاشوا النكبات، عاشوا فترة البراميل. نعم. عاشوا فترة الاعتداءات الإيرانية وحزب الله والروس وغيرهم. نعم. لكنهم صبروا وصمدوا، هم الذين فتح الله بهم إيه؟ نعم. دمشق. إذا نفس الطريقة، يعني علينا أن لا نتصور بأن والله فقط بأن الناس الظواهر اللي يسميها إيش الظواهر الإلكترونية هذه، إنه نحن نتصور من خلال الفيس، من خلال الكتابة في التويتر أن يمكن أن نحرر البلد. لا، الأمر ليس كذلك. سيحتاج منا إلى جهد وإلى دماء وإلى أشلاء وإلى كذا. هكذا طبيعة الطريق على كل، حتى إن شاء الله ينتج هذا الجهد الجماعي إمكانية إن شاء الله إقامة نظام عادل في بلادنا. جميل، بارك الله فيكم. ونحن حقيقة نتحدث يعني عن هذه الآفة. لعل البعض يقول يعني كيف يمكن
يعني أنا أتخلص يعني من المظالم. يعني يمكن يأتي سؤال أنه الإنسان يريد أن يتوب، أو يعني هناك مظالم وقعت فضيلة الشيخ، سواء على المستوى يعني الشخصي أو حتى مظالم مثلا تقع من نظام وحقوق، يعني الآن أراضي وغيرها وحقوق يعني مادية وربما غيرها. الخلاص من هذه بأي طريقة تكون، يعني بالذات حقوق الناس يعني في هذا الأمر؟ نعم. هو نحن ذكرنا الآن الأنواع الثلاث، أي. الأنواع الثلاثة اللي هو ظلم يتعلق بالله، هذا يكون بالتوبة. نعم. فيما يتعلق بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تترك المهم المعصية التي أنت ترتكبها، سواء كنت جاحدا أو ملحدا أو مشركا أو كافرا أو عاصيا. جميل. يعني مع الله تبارك وتعالى أحوالنا هكذا. نعم. إما أننا والله خارج الدائرة تماما، فنحتاج أن ندخل إلى دائرة الإسلام أولا ونسلم لله تبارك وتعالى وننقاد له بالطاعة والخضوع والتسليم والخشية والتقوى، ثم نجتنب كذلك ما يتعلق بمخالفته جل جلاله، اللي هو في المعاصي ما نسميه الآن بمسألة اللي هو نخرج من دائرة التكذيب إلى التصديق، ومن دائرة الإباء والتكبر والإعراض إلى دائرة التسليم والطاعة والانقياد. هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، فيخرج الإنسان من دائرة ظلم الله تبارك وتعالى. نعم. الدائرة الثانية ظلم النفس، أيضا بأن تدخلها في طاعة الله وتجتنب النواهي، لأن كل المخالفات التي أنت تقوم بها تضر بها إيه؟ نعم. تضر بها النفس. فكلما أيضا استطعت أن تتوب وتقلع عما أنت فيه من الذنوب والمعاصي، تكون بذلك أيضا قد أنصفت نفسك وأدخلتها في دائرة العدل وتجنبت ظلم النفس. الدائرتين هذه في تقديري قد يكونوا الأسهل، لأنه ظلم النفس سهل أن تتحلل منه، ظلم الله سهل أن تتحلل منه، والله تبارك وتعالى قد يكون دائرة مسامحته كبيرة جدا فيما عدا الإشراك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حقه. طبعا في حقه تبارك وتعالى، لكن في حقوق العباد هنا تأتي الإشكالية. نعم. ولذلك العلماء نصوا على أن حقوق العباد شرط إضافي في شروط التوبة. شروط التوبة الثلاثة اللي هو الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، وعدم العزم على ألا تعود إليها مرة أخرى. نعم. الرابع ده يتعلق بالعباد، رد المظالم إلى أهلها. إلى أهلها. جميل. فأنت شوف المظالم وشوف إيش شكلها، من الأشخاص الذين ظلمتهم وكيف ظلمتهم. نعم. وهل يمكن أن يحصل تحلل أو لا يمكن أن يحصل تحلل. وطبعا الناس في ذلك يتفاوتون، من الناس من يذهب مباشرة إلى الشخص الذي ظلمه يقول يا أخي سامحني أنا حصل مني كيت 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 كيت. هذه جرأة طبعا كبيرة، ويحتاج إلى الإنسان أن يكون متحرر ويريد أن يلقى الله تبارك وتعالى، وليس في بعض الناس يتكلموا في الأشخاص، بعض الناس يكون أخذوا أموال، بعض الناس يكونوا انتهكوا أعراض، على كل. فما يمكن أن يتوب فيه مباشرة مع الله يفعل، ما يمكن أيضا أن يتحلل منه من الأشخاص يفعل. فهذه كلها مساحات على كل، خاصة فيما يتعلق بالحقوق ذات الطابع العيني المادية. هذه ما عندك حل إلا أنك والله تذهب إلى هؤلاء الناس وتحاول أن تتخلص منه. بعض الناس يقول لك والله أنا وقعت في مظالم لكن لا أعرف الأشخاص بعينهم. نعم. فهذا حله أنه يتخلص من الأعيان والأموال التي حصل عليها. بعض الناس ما شاء الله صار مليونير كما يقولون بناء على مظالم الناس. سبحان الله. وهذه ليس أمامه إلا أن يتخلص من المال الذي حصل عليه بطريق الحرام، ويحاول أن يتصدق به أو يتبرع به أو يحاول ينفقها على الأعمال الخيرية، ولكنه لا يحاول أن يدخلها على نفسه، فيكون على الأقل تحلل من من الحقوق التي يجهل أصحابها. هذه كلها طرق للتخلص من الحرام والتخلص من المظالم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة والموضوع يعني يمضي بنا الوقت في الحديث الطيب الشيق فيه. لعل من المفيد أيضا يعني أن نشير إلى يعني قضية التربية في علاج هذا الأمر وعلاج الإنصاف، ويعني إيجاد حقيقة روح العدل وروح يعني الإنصاف والتسامح، ويعني من جانب أيضا التحذير الشديد على أنه موضوع الظلم هذا خطير، وأنه عقوباته قد لا تكون مؤجلة يعني، ودعوة المظلوم كما هو معروف في الحديث. أيضا ألقوا لنا الضوء على هذه الحيثية بارك الله فيكم.
هو حقيقة هي منظومة المنظومة الإسلامية نعم. تبدأ من الطفولة. جميل. أنت إذا أردت أن تغرس في المجتمع ما قيمة القسط وقيمة العدل، لا تبدأ فقط تبدأ من طفولة الإنسان. جميل. فالطفل الذي ينشأ في بيت كله مظالم طبيعي جدا أن ينشأ ظالما. هو يرى المظالم تقع في بيته بشكل طبيعي. فكنا دائما ونحن في كلية الشريعة والقانون عندنا حاجة اسمها الحساسية ضد الظلم. يعني أنت إذا أردت أن تكون قاضيا أو أردت أن تكون محاميا، أول خصيصة يجب أن تمتلكها أن يكون عندك حساسية ضد الظلم. يعني لا يتعايش الإنسان مع الظلم أو لا يتقبل فكرة أن ينحاز إلى الظالمين. هذه لا بد أن يمتلكها. يعني طالب القانون أو طالب الشريعة والقانون إن صح التعبير الذي ليست له الحساسية ضد الاستبداد والدكتاتورية ومظالم الناس، وأنه ينحاز دائما إلى هؤلاء المظلومين سواء نال منهم منفعة أو لم ينل منهم منفعة، هذه إشكالية. فكيف أنت والله طفلك تخليه يعيش حالة من ولعل هنالك ربما كنت أشاهد أحيانا بعض الأفلام اللي فيها هذا النوع من اللي يدخل معلم ويخرج واحد من الطلبة، هو كأستاذ في كلية الحقوق. نعم. فيقول لطالب اخرج ولا تحضر درسي مرة أخرى، وكان يلتفت إلى فقام الطالب وخرج وسكت بقية الطلاب. فتعجب الدكتور، ليش؟ إنه والله هؤلاء لماذا سووا؟ فقال لهم لقد سقطتم جميعا في دراستكم لكلية الحقوق. قال لهم أنا ظلمت أخوكم هذا، ولم يقف شخص في إنه طيب بكرة حتقوموا أمام الآخرين، يقوم حاكم ويعتدي على الحقوق، يقوم ظالم ويعتدي على الحقوق، وأنتم حماة الحقوق لستم على استعداد لأن تجرؤ على معلم. يعني أنا لا أحمل رشاشة، مش كده؟ فكيف إنه والله نعلم الشباب ونعلم الأطفال إنه والله لا، قيمة العدل هذه قيمة عظيمة، قيمة عظيمة على المستوى الشخصي، قيمة عظيمة على المستوى المجتمعي، قيمة عظيمة على مستوى الحضارة، قيمة عظيمة على مستوى الإنسانية ككل. فالإنسان المسلم سبحان الله لا يجعله الإسلام يتقبل المظلومية حتى على عدوه، حتى على العدو. يعني أنت الله قال لك حتى الأعداء ما تظلم، ما أداك الحق في أنك أنت تتجاوز على عباده سبحانه وتعالى. لاحظ؟ فهذه مسألة مهمة جدا في قضية. ثم أيضا استحضار في النمط التربوي في قضيتين. نعم. لابد أن نفي اللي هو الإيمان بالله والإيمان بالآخرة. يا سلام. شوف إذا فقدت هذين الركنين لن تستطيع أن تمتلك حساسية ضد الظلم. اللي هو تعظيم الله وتعظيم أمره والخوف منه جل جلاله وتعظيم أوامره، هذا جانب. الأمر الثاني في آخرة، في جنة، في نار، في حساب، في عقاب، في كذا. وهؤلاء الظالمين يأتوا يوم القيامة وهم أهل خيبة ومخاطر كذلك هذا الظلم في الدنيا. مثلا الله لما يقول والله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، شوف كلمة لا يهدي، في إيش لا يهديهم؟ إلى كل شيء. لا يهديهم أرشد السبل، لا يهديهم إلى الطريق المستقيم، فهم في ظلمات، فهم يعيشون في في ظلمات. فأنت استحضار هذا الطفل وأنت تربيه إنه والله في الدنيا أيضا العقوبات الدنيوية، الله تبارك وتعالى يحكي في القرآن الكريم. وهذه طبعا لما يرتبط الإنسان مع القرآن الكريم سبحان الله سيلاحظ كيف أن القرآن طريقته في الترغيب وفي الترهيب في مسألة الترغيب في العدل والتخويف من الظلم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يحكي الله تبارك وتعالى عن الذين أهلكهم. نعم سبحان. مش كده؟ كيف أنه أهلكهم بظلمهم، فظلموا فأخذهم الله بظلمهم، كلا أخذنا بذنبه، مش كده؟ نعم. يحكي الله عن فرعون، عن هامان، عن كذا، عن قارون، ثم قال فكل أخذنا بذنبه. فهذه المسألة لا بد أن يربى عليها الناس حتى يدركوا بأن عقوبات الظلم جزء منها دنيوي، منها خراب العمران، منها أن الله تبارك وتعالى ينتقم من الظالم للمظلوم، منها أن الله يستجيب للمظلومين في دعواتهم. نعم. ليس بينه وبين الله حجاب. فهذا كلها أشكال. أحيانا ينتقص الله تبارك وتعالى هذا الظالم ليس فقط في شكل المظلمة التي ظلمها، لا، أحيانا يأخذ من طمأنينته وعافيته وسروره واستقامة أمره. فالله تبارك وتعالى يأخذ كل ذلك منه شكل من أشكال الانتقام. فنحن لا ندرك بالتفصيل ماذا يفعل الله بالظالمين، لكن نوقن تماما بأن الله تبارك وتعالى لا يريح. لماذا؟ لأن الله قال أنا لست غافل عن الظالمين، وإن ظننا بأن الله غافلا عنه أسأنا الظن بالله.
من حسن الظن بالله أن نتصور أن الله لا يمكن أن يتساهل مع الظالمين. يا سلام. وأعظم أنواع العدل أن نتصور بأن محكمة الله يوم القيامة ستأخذ الظالمين بظلمهم. هذا من التصورات الحسنة التي يجب أن نتصورها لله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. ولعل من المناسب أن نشير في ختام هذا اللقاء شيخنا الفاضل على أهمية دور المجتمع بمختلف حقيقة قطاعاته وبمختلف أوجه أنشطته لخلق حالة الحقيقة الاستنفار وحالة الشعور وحالة الأداء الذي يؤدي إلى يعني خلق رأي عام، خلق يعني روح العدل والمطالبة به والوقوف حقيقة أمام الظلم والظالمين. يعني المجتمع لابد كما تفضلت في بعض الإشارات، لكن لأهمية يعني أن يكون حاضر هذا المجتمع فيما يقع من مظالم، سواء حقيقة في الداخل أو يعني في الخارج، من خلال حراك، من خلال مظاهرات، من خلال أيضا الحقوقيين طرق جهات تبين على أنه في الوطن هنالك يعني اغتصاب وهنالك ظلم يعني في قضايا شتى، يعني كالمبعودين قسرا وكحقوق تغيب يعني يلحظها كل إنسان يعني في البلد. لعل ختام بهذه يعني الوقفة حول هذا الجانب المهم. بارك الله فيكم. أحسنت. هو لابد أيضا أن ندرك في علم الاجتماع وعلم السياسة نعم. يختلف عن النمط الدعوي الخاص. بعض الناس يتصور بأن الاستبداد والديكتاتورية والظاهرة الفرعونية يمكن التعامل معها فرديا. لا، شوف القرآن الكريم لما تكلم في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلم عن وجود طائفة وأمة. يا سلام. قال فلتكن منكم طائفة. أمة. تكن منكم أمة. نعم. مش كده؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مش كده؟ فالله تبارك وتعالى يريد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه لا نتركها كأفراد إيش يأخذهم النظام واحدا وراء الآخر. لا بد من عصبة، فعل جماعي. طبيعة الدكتاتورية تريدنا مجتمع متفكك، مجتمع تتعامل معه السلطة كأفراد، ليس هنالك مجموعة متكتلة تستطيع أن تقوم تأمر. فهذه مسألة مهمة. للأسف الشديد بعض الدعاة وبعض طلبة العلم في بعض الأشياء يسوقون لفكرة دون الغوص في أعماق وطبيعة بنية الاستبداد والديكتاتورية. بنية الاستبداد والديكتاتورية تريد مجتمع مفكك، تريد مجتمع لا يقاوم، تريد مجتمع إنه والله تترك صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوحده، يسجن لوحده، يعتقل لوحده، لاحظت؟ يختطف الأفراد ويختطف الأفراد. نعم. لكن عندما تتحول هذه المجتمعات ما يمكن أن نسميه بالمجتمعات داخل الدولة الواحدة أو بداخل البنية إلى مجتمعات مرتبة، مجتمعات تسعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدعوة والأخذ على يد الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك: إذا لم نأخذ على يد الظالم ونؤطره على الحق أطرا. بالله هل في فرد يمكن أن يؤطر نظام سياسي أطرا على الحق؟ لا يستطيع إلا إذا كان كان مجتمع، إذا كان كتلة مؤثرة وكتلة لها وزنها. فنحن مطالبون بأن يكون هنالك تكتلات مؤثرة في بنية النظام حتى تستطيع أن تقول للظالم يا ظالم، وتستطيع أن تقومه، تستطيع أن تأمره بالمعروف، تستطيع أن تنهاه عن المنكر. فهذه مسألة أيضا مهمة جدا حتى لا ينفرد النظام بالأفراد ويحاول أن يأخذهم واحدا بعد الآخر. وإذا لم يقم المجتمع بذلك فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة هذا الأمر بالعقوبات التي تقع بعد ذلك. يعمهم الله تبارك وتعالى بعذاب من عنده. فكأنما يقول الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم الظالم ورأيتم المنكر ورأيتم الباطل ولم تتحركوا له بشكل جماعي أو تتحركوا له بشكل مؤثر فإن ذلك قد يكون مقدما لنزول العذاب على الناس والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من العناية والتبصير والتوضيح في هذا الموضوع الهام. ولا شك يعني كما أشار الشيخ أنه من مقصد يعني حقيقة يعني الشريعة ومن المقاصد اللي ذكرها العلماء اللي هو تكثير سواد يعني الناس في مواجهة مثل هذه الظواهر. هذه الظواهر لا تعالج بطريقة يعني فردية وبطريقة ممكن تجعل أصحاب هذا الأمر يختفون ويلتقطون، لكن عندما يكون هناك
خلق رأي عام، مطالب حقوق عامة، ويعني مشاركة فاعلة في مختلف قطاعات المجتمع. فبإذن الله سنصل إلى صناعة ما يواجه هذه الإشكالات وخلق العدل والمطالبة برفع المظالم العامة التي يعني تكبل الإنسان الأرثي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل ما نقدمه بإذن الله مبصرا ونافعا، ويعني بإذن الله فيه الحلول لكثير من قضايا التي يواجهها مجتمعنا. إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. نشكر حسن استماعكم، ونشكر لفضيلة الضيف الدكتور ما تقدم به الشيخ حسن سلمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.